الاعلانية. اذا كان من انتاج اتحاد الاذاعة والتلفزيون فيتحمل اتحاد الاذاعة والتلفزيون هذا الموضوع. اما اذا كان من انتاج احدى الوكالات الاعلانية فهنا دور اتحاد الاذاعة والتلفزيون هو الرقابة على ما يقدم من انتاج الوكالات الاعلانية. وانا السؤال الذي بعثته للزميل ايمن كان واضحا. النقطة الثانية، انا حضرتك لما بتكلم عن الحكومة او بهاجم بعض الوزراء او بهاجم زي ما حضرتك بتقول، بقول الدكتور احمد نظيف وبقول الدكتور كليم، فالرجل صدره يتسع لما هو اكثر من ذلك، لانه تبوأ المسؤولية ويعلم تماما ان من يتبوؤون المسؤولية وتكون مسؤوليتهم كبيرة مثل منصب الاستاذ الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هو يتقبل النقد بصدر رحب. مضافا الى انني انا اساسا وانت تعلم يا استاذ يوسف وحضرتك لمن مثل الغرقة ولا لك علاقة بمثل الغرقة، ان انا عضو في لجنة تمام في الحزب الوطني، ودخلت لي في موضوع وكانه تصفية حساب شخصي معايا يا استاذ يوسف. هناك فرق بين ان اكمل بس يا استاذ يوسف. هناك فرق يعني طب اكمل بعد اذن حضرتك. هناك فرق يعني ان الدكتور نظيف يستطيع صدره النقد في نقد وفي تهكم يا استاذ يوسف. حضرتك بعد اذن حضرتك يعني حضرتك اديني فرصة. دكتور توفيق اذا سمحت لي بعد اذنك يا استاذ. اتفضل النقطة الاخيرة ارجوك عشان احنا النقطة الثانية ان حضرتك تعلم انني عضو في الحزب الوطني وعضو في لجنة السياسات، واهاجم هجوما شديدا من الذين يختلفوا معي في الرأي في هذا الموضوع، ولكن شرف للحزب الوطني الديمقراطي وشرف لي شخصيا وشرف لتطبيق الحزب الوطني لمبادئ الحرية ان يقول احد ابنائه الذين يخلعوا رداء الانتماء الحزبي عندما يدخلوا محراب مهنتهم ويتحدثون معبرين عن لغة الشعب. وهذا السر هو الذي كان خلف صعود قناة الفراعين في 9 اشهر ومنها شهر تجريبي، يبقى 8 اشهر لكي تحقق انتشارا وسط 50 قناة ووسط قنوات اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري، وتكون معبرة عن رأي الشعب، ويصفها البعض بانها اصبحت قناة الشعب، بينما الجثة الهامدة الرابضة على ضفاف النيل التي نحزن عليها جميعا. التوفيق الخط يوسف قطع المشاهد الاستاذ يوسف اتقطع الخط من عنده. يا ريت يا استاذ لكن هو كان رأيه ان احنا يعني بص يا دكتور توفيق، هو احنا بنتكلم على من تقع المسؤولية الكاملة. انا وضحت حضرتك وهذه شهادة لله. اتفضل. واذا كان هذا البرنامج من انتاج اتحاد الاذاعة والتلفزيون فاتحاد الاذاعة والتلفزيون هو المسؤول مسؤولية كاملة. اما اذا كان من انتاج احدى الوكالات الاعلانية فهنا دور اتحاد الاذاعة والتلفزيون الرقابة عليه. بشكرك لله. انا بشكرك جدا. والاخ يوسف وحضراتكم جميعا انا هقول لكم رجل الشارع نفسه قال ايه، مش احنا اللي قلنا ايه. هنشوف رجل الشارع قال ايه ونرجع لكم تاني. بالنسبة للدخل يعني المسخرة اللي احنا بننتج عملها دي استفزاز طبيعي. تلاقي ناس صحتك، تلاقي ناس مالك، فكل عليهم شهور معروف عشان ايه يعني البرامج كلها بتتكلم عن خلافات، يعني حتى لو كان في قضية اختصار في برنامج معين بلاقي ان هي عبارة عن 2 بيتخانقوا مع بعض ومفيش حل. الشعب المصري ملوش دخل بالحسابات اللي ما بينهم وبين بعض، يجب ان هو يكون اعلام محدد حتى قبل ما يطلع مفيش اخطاء مع الاخرين. مهزله بالنسبه للاعلام المصري، كل اعلامي بيطلع في التلفزيون او يطلع في برنامج او قناه فضائيه
بيتكلم على زميله وعلى زميلته وعلى اللي بيحصل وعلى اللي بيروح وعلى اللي بيجي، وانا مش مستفاد حاجه. مين اللي مستفاد؟ هم اللي مستفيدين ما بينهم بعض، بيفضحوا بعض. الدور الاعلامي كل مره بنشوف هو بيقل بصراحه. في برامج بتخلي الواحد يعني يحبط جامد قوي من اللي بيشوفه برضه في مصر. في برامج كتير ما بستفدش منها، الواحد بيبقى عايز يشوف برامج حوالين القضايا اللي بتدور، يعرف ايه اللي بيحصل في البلد، يعني حاجات تفيده، برامج دينيه، برامج، انما الحاجات دي كلها ولا بتفيدنا في اي حاجه. ومعظم البرامج بقى كلها تفاهات وحاجات مالهاش اي لازمه خالص. مش لاقي فيها اي حاجه هادفه، مفيش ولا برنامج كويس. بيسيب الرأي لجمهور، لكن ما بقاش صح القنوات الفضائيه صح للشتيمه بقى والبهدله وقله الادب. احنا فقدنا المصداقيه. احد الرأي العام للناس قال فقدنا المصداقيه. استاذ يوسف الجدعان من المنصوره قال فقدنا الرياده. يعني فقدنا المصداقيه ولا الرياده مع بعض؟ هي اللي بيقول استاذ يوسف هو جلد بالذات يعني. للاسف انا لما بقول فيه 50 هو عايز يحمل محمود سعد بالذات بغض النظر. والشيخ خالد بيجندي المسؤوليه كان في نقطه محدده انه في 50 قناه في مصر، ومصر يجب ان تفتخر بذلك، وان مصر لها الرياده الاعلاميه. هو بيقول لا، واضح انه مش متابع. انا لما بقول مصر لها الرياده الاعلاميه، مصر لها الرياده الاعلاميه. هاتوا دولة من الدول العربية اتأسس فيها تلفزيون او قناة فضائية او اذاعة ما كانتش اسست بايد فنيين واعلاميين مصريين، من مهندسين صوت، من مخرجين، من مقدمين برامج، من مذيعين. الريادة لمصر في الاعلام لا ينكرها احد. مدينة الانتاج الاعلامي اللي احنا بنتكلم فيها بتستقبل وبتذاع منها من خلال استوديوهاتها لكل القنوات. النايل سات المصري اللي اطلقته مصر هو اللي بيحمل جميع هذه القنوات الفضائية العربية. يا اخي مصر اكبر من اي شيء، واذا كان في مشاكل عندك ما تكفرش ببلدك وتقتنع انه بلدك عظيمة ومصر عظيمة. تمام. مين اللي يحاسب الوزير؟ مين يحاسب المسؤول؟ مين يحاسب اي حد يخطأ؟ تمام. دكتور احمد انت حزب وطني، قول لي رايك بصراحه كده كلمه لوجه الله قدام الناس كلها. انس الفقي يصلح وزيرا للاعلام في مصر؟ لا يعني السؤال انا مش بتكلم عن لا قول لي جاوب لي من يصلح بعد كده. لا قول لي الكلمه دي، قول لي او لا. انا كنت عايز اقول لسه قول لي او لا وبعدين خش في الشرح. اقول لا او لا ما تنفعش. ما ينفعش حكم كمواطن او خلاص. قول لي مين اللي بيحاسب المسؤول؟ مين بيحاسب المسؤول؟ انا هقول لحضرتك. الاستاذ صفوت شريف لما خرج من وزاره الاعلام وقال انا اخر وزير اعلام، قال انا اخر وزير اعلام في مصر. كان معنى السؤال الناس فهمته غلط طبعا، انه مش هيجي وزير اعلام بعده، وانما كان معنى تفسيره او معنى تفسير هذا الكلام انه كان في خطه موضوعه ان تنشا هيئه مستقله للاذاعه والتلفزيون لا تتبع الدوله، بحيث انه تستقل الاذاعه والتلفزيون عن سيطره الدوله. وبالتالي لو فرغنا وزاره الاعلام من الاذاعه والتلفزيون مش هيبقى في وزير اعلام. واخد بال حضرتك؟ دي خطه كانت موضوعه، واحنا بنرى وانا ما زلت وانا في الحزب الوطني ان تستقل الاذاعه والتلفزيون من خلال هيئه مستقله، لان في كل دول العالم زي ما قال الاستاذ محسن انه ما فيش حاجه اسمها انه الاذاعه او التلفزيون تابعه للدوله. المحاسبه هنا بقى محاسبه من يخطأ. احنا مؤسسه، احنا دوله مؤسسات. مظبوط. احنا عندنا مجلس الشعب، يعني احنا كمجلس شورى يمكن مش من حقنا نقدم استجوابات، ولكن مجلس الشعب من حق اي عضو من اعضائه ان يتقدم باستجواب وان يسحب الثقه من المسؤول. اللي عايز اقول لحضرتك عليه كحزب وطني بقى، لا اخيرا لا الحزب الوطني، انا بتكلم كحزب وطني. احنا كحزب وطني والاستاذ توفيق لسه قايل، وبالرغم من انه زميل لينا في امانه السياسات، احنا في اجتماعاتنا وفي الهيئه البرلمانيه وداخل امانه السياسات بنحاسب المخطئ وبيتم تصويب العمل وبيقال المخطئ. تمام. كلمه اخيره يا استاذ محسن. من يحاسب المخطئ؟ بتحاسب المخطئ؟ ما هو يحاسب المخطئ مجلس الشعب المفروض. المفروض. لكن مجلس الشعب لم يحاسب احد المسؤولين الى الان، ويتحمل هذه المسؤوليه هم الاغلبيه.
تمام. في استجواب موجود ضد وزير الاعلام من سنه 2006 وبيتكرر في 2007 2008. هتكرروا الاستجوابات الاسبوع ده؟ موجود الاستجواب. لا الاسبوع ده وناقش واذا نوقش انتقال لجدول الاعمال. انا عايز اقول حاجه بقى، آن الأوان تحرير رسالة الإعلام في مصر. لأن حرية الإعلام من حرية الوطن. مظبوط. ومتى يقدم النظام استقالته بعد هذا الفشل؟ تمام، بشكرك. دكتور هويدا كلمة أخيرة. عن من من يتحمل المسؤولية. ومن يحاسب. من يحاسب هو طبعا المحاسبة الشعبية احنا شايفين مجلس الشعب طبعا هو من سلطة المحاسبة. بس يعني كلمة أخيرة احنا برضه مش عايزين يعني ناخد الموضوع اللي هو كل جوانب سلبية أو لكل ما يقدم في التلفزيون اللي هو سلبي. برضه ما نقدرش ننسى إن برامج وهذا البرنامج بالتحديد وبرامج مشابهة ليه أتاحت سقف من الحرية وناقشت قبل كده موضوعات يعني تهم المواطن. فلا أعتقد ان خطأ واحد هو يمكن ده يكون مجال ان احنا نصلح الامور كلها. بشكرك جدا دكتوره هويدا، وبشكر النائبان الجميلان الاستاذ محسن راضي والدكتور احمد البابا. بشكركم جدا دكتوره هويدا مصطفى استاذ الاعلام، بشكرك جدا. بشكركم جدا وبعتذر لكل الناس اللي دخلت معايا في الكنترول وما قدرتش اخدها، يعني كان عندنا كم كبير جدا من الاتصالات ما عرفتش ادخلها معايا، وارجو ان تكون الصوره كلمت لحضراتكم. تصبحوا على خير.